دي مش نصيحة، ممكن تاخدها من باب فذكر. كتير مننا وهو داخل على مرحلة جديدة في حياته زي الجواز أو شغل جديد أو حتى الدراسة، بيبدأ يتعلق بشخص أو بشيء معين ويبقى فاكر إن ده هو طوق النجاة اللي هيحل أي مشكلة، وإن طول ما الحاجة دي موجودة يبقى خلاص الدنيا تمام. بس ساعات شدة التعلق دي بتخليك تفتكر إن الحاجة أو الشخص أو أيا كان هو اللي بيرزقك، هو اللي متحكم في نجاحك، هو اللي خلاص الدنيا هتقف عنده. من الاخر يعني بتبقى شايف ان هو السبب الرئيسي لنجاحك او استمرارك، وده بيخليها احيانا تعصى عليك او تبان انها بتبعد عنك، كأن ربنا بيقولك انتبه انا اللي برزقك. والمفارقة انك ممكن تكون بتبذل كل مجهودك ودعواتك في اتجاه واحد بس، ومقتنع انه الطريق الوحيد لتحقيق اللي نفسك فيه، في حين لو صرفت نص المجهود في اتجاهات مختلفة وارد تحقق نتائج اسرع واكبر. لكن لانك شايف ان الاتجاه ده هو الحل الوحيد، بتعمي نفسك عن باقي الابواب اللي ربنا فتحها لك. وسبحان الله، بعد ما املنا يخيب الحل بيجي من طريق تاني خالص بطريقة عمرنا ما كنا متوقعينها. ساعتها بنفهم ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوحيد اللي ما بيخذلش حد بيعتمد عليه. ربنا هو الدايم وهو اللي بيبعت لنا النجدة الحقيقية وقت ما بنحتاجها. كل الاشخاص وكل الحاجات اللي بنتعلق بيها ما هي الا اسباب ربنا بعتها لنا علشان تساعدنا، لكن الاهم اننا نتوكل على ربنا بجد ونحط كل املنا فيه، لان ربنا المتحكم في كل شيء، هو الاول والاخر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه.